وعشان ده الماجيكو ما قدرتش اجيب 10 اهداف بس، فجبت لك احلى 15 هدف في تاريخ اعظم من لمس الكوره في مصر. وده اول هدف معانا لتريكا وحته محمود الخطيب، هي الكوره بس على ال 18 يروح لاطش على طول بوش رجله اللي مش هتكلم عليه كتير، اللي كلكم عارفينه، يودي الكوره حيث يسكن الشيطان، حارس المرمى ما يقدرش يعمل اي حاجه ويقعد يتفرج عليها زينا بالظبط. تاني هدف معانا مع منتخب مصر بعد انطلاقة مميزة، بعد كده ترقيصة واحدة بتهويشة واحدة للمدافع وحارس المرمى، بعد كده لب عالمي من فوق حارس المرمى المستسلم تماما أمام سحر الماجيكو. الهدف الثالث معانا من احلى اهداف ابو تريكة في شباك الزمالك على ملعب الجونه، بعد اسيست عالمي من الحاوي وليد سليمان وفينش ساحر من ابو تريكة من لمسه واحده خياليه لا تصد ولا ترد من عبد الواحد السيد. الهدف الرابع فيه منه كتير لابو تريكة، وكان معروف بالفاولات العالمية من فوق الحيطة بطريقة لولبية، بطريقة أكتر من مميزة، ولكن للهدف ده سحر خاص وذكريات خاصة، خاصة إنه كان في كأس العالم للأندية وفي الحارس المكسيكي الشهير أوتشوا، الحارس اللي كل ما نفتح التلفزيون نلاقيه واقف لمنتخب المكسيك. الهدف الخامس معانا كان بتشيرت بانياس وتسديدة مفيش أجمل من كده يا جدعان، بيفكرني بالخطيب بل بيتميز عن الخطيب كمان. بالنسبة لي ماليش دعوة بالناس اللي تقول الخطيب أعلى، أنا بالنسبة لي أبو تريكة أعظم لعيب لمس الكورة في تاريخ مصر، وتسديدة ولا أروع بوش رجله من على ال 18 بتروح في التمانيات هناك في المقص فوق خالص حيث يسكن أبو الشيطان مش الشيطان نفسه، والحارس ما قدرش يتعامل معاها تماما، ولا أي حد قدر يوقف التسديدة القوية المميزة دي. تعال اوريك الهدف السادس، ولكن قبل ما تتفرج على الهدف السادس عايزك تفتكر حاجة بسيطة جدا، ان الكورة مش سهلة، لا ابو تريكة هو بس اللي بيحسسك ان الكورة سهلة، ولعيبة الزمالك بتتمرمغ حواليه عايزين يقطعوا منه الكورة وبيترموا شمال ويمين ومحدش عارف، بيرقص اول وتاني وبيحط تسديدة بوش رجله الداخلي في التمانيات فوق صعبة جدا على عبد الواحد السيد، اللي يعني حاول معاها ولكن استمتع اكيد بالهدف دوت زيه زينا. ابو تريكة ما كانش عنده فرق بين رجله اليمين ورجله الشمال، عشان كده هستمتع بالهدف ده اللي بشماله حاططها ار2 بشماله الشومه في المرمى، بعد ما دلع المدافع واخده على الثابته كده حته قطه زي ما كنا بنقول في البلاي ستيشن زمان، وحط كوره برجله الشمال شومه في المرمى لا تصد ولا ترد، وكلنا استمتعنا بالهدف الرائع ده. الهدف الثامن معانا هو هدف نادر، ممكن تكون أول مرة تشوفه ولكن مش نادر على أبو تريكة، هو ده الطبيعي بتاع أبو تريكة اللي بيستلم العرضية فيرست تايم من مرة واحدة بطريقة ولا أروع بوش رجله اللي كلنا عارفينه في البعيدة على حارس المرمى. فينيشر مرعب، تخيل ان الراجل ده ما كانش مهاجم، كان بيلعب صانع العاب، بس تخيل ان كل الاهداف دي ولا حاجه بالنسبه للاسيستات والحاجات اللي كان بيعملها في الكوره. والهدف التاسع زي ما قلت لك كان بيعملها كتير جدا جدا جدا، ولكن ده هدف برضه مميز لانه كان في اورلاندو فين في جنوب افريقيا في نهائي افريقيا، ويحط كوره فاول ولا اروع من فوق الحيطه وفي الزاويه الصعبه جدا على حارس المرمى اللي ما قدرش يتعامل معاها تماما، ويسجل هدف من اهداف ابو تريكة النادره الجميله اللي كلنا بنستمتع بيها لحد دلوقتي. والهدف العاشر لابو تريكة في الانتاج الحربي، وزي ما احنا عارفين ان ابو تريكة قفل اللعبه ومفيش حاجه ما عملهاش ومفيش جول ما جابوش، فده جول دبل كيك ولا اروع من تريكة في مرمى الانتاج الحربي، عشان ده تريكة جاب كل الاجوان بكل اللقطات وبكل الطرق. هدف ال11 معانا في مرمى المقاولين العرب، والهدف ده ضد كل قوانين الفيزياء، الراجل بيرقص بيمينه وبيحط بشماله لب من على حدود ال 18 وهو قدامه 4 لعيبه وجسمه مش معدول وبرجله الاضعف وحارس المرمى واقف، وكل ده وتريكا بيعمل لب من على حدود ال 18 بهدف خيالي ضد قوانين الفيزياء كلها. وعشان زي ما قلت لك ان ده تريكا اللي لازم يجيب الهدف بكل الطرق وبكل الحاجات اللي ممكن اي لعيب كوره يجيب بيها اهداف، تعال اتفرج على الاستلامه واتفرج على الدبل كيك اللي ولا اروع، رغم انه واقف معاه مدافع واتنين، ولكن ابو تريكا ما كانش بيشغله اي حد ولا اي مدافع. ابو تريكا اعظم لعيب لمس الكوره في تاريخ مصر، وما ينفعش ما نجيبش هدف ابو تريكة في النجم الساحلي عام 2005 في نهائي افريقيا، وش رجلي بيشوف وبيتكلم، بيحط كوره بوش رجله الخارجي ولا اروع، وش رجله الخارجي ده
كان بيبعت بسبوسة وحلويات، سواء تسديدات أو أسيستات أو تمريرات أو أي حاجة، وش رجل بيشوف ويتكلم حرفيا. طبعا ما ينفعش نبقى بنتكلم على أبو تريكة وما نجيبش الهدف الجميل ده في مرمى الزمالك لما كسر وسط عبد المنصف بعد تمريرة ومجهود من عماد متعب اللي عمل له تمريرة وسط 2 مدافعين، ولكن أبو تريكة بروزها وأخد اللقطة كلها بترقيصة كده لعبد المنصف بوسطه، بس رقصه بوسطه، بس اتحرك كده تحريكة بوسطه رقص فيها عبد المنصف وفتح المرمى تماما وحط هدف من أجمل أهداف أبو تريكة في تاريخه. وطبعا لازم نقفل الفيديو بالهدف ال15 ده، وهو أهم هدف في تاريخ أبو تريكة، ويمكن أهم هدف في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الجيل ده كله. هدف أبو تريكة في الصفاقسي هناك في تونس في نهائي أفريقيا في آخر الدقايق وفي آخر دقيقة في المباراة، بعد كورة لعبها له فلافيو بدماغه، دخل أبو تريكة على طول حط شماله، ولا أروع ولا أجمل ولا أمتع من كده. برضه ضد قوانين الفيزياء، جسمه مش معدول، مفيش حاجة معدولة، كرة صعبة على شماله الرجل الأضعف، ولكن أبو تريكة حط وش رجله الشمال زي ما بيقول الكتاب، راحت لا تصد ولا ترد من حارس المرمى. ده الماجيكو أبو تريكة، أحسن لعيب في التاريخ المصري كله، وكنت من المحظوظين اللي قدروا يعصروه وهو بيلعب كورة. ده الماجيك وابو تريكة، احسن من لمس الكوره في تاريخ مصر. انا كنت محظوظ ان انا عاصرته، واكيد انتوا كمان محظوظين. الاجيال الجديده كلها لازم تعرف الراجل ده، اللي ما اتفرجش عليه طبعا. راجل كان بيعمل كل حاجه في الكوره، مش واخد حقه خالص كأسطورة، لأنه فعلا أسطورة غصب عن أي حد، بغض النظر عن أي حاجة. هو أسطورة مصر كلها، محمد أبو تريكة. وألف شكر للي جابه الأهلي بعد ما كان مضى للزمالك عشان يبقى أسطورة الأهلي ومصر، لأن الراجل ده لو كان راح الزمالك ما كانش عمل ربع التاريخ اللي هو عمله في النادي الأهلي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير، وقول لي إيه أحلى هدف عجبك في ال 15 هدف. أنا بالنسبة لي أحلى هدف الهدف ال 15، هدف الصفاقسي، لأنه ليه معايا ذكريات لا تنسى تماما. وبس كده، سلام.